السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدنا نعمل وصفة بالقناة جديدة، هي الدقوس المطبوخ. أنا عاملة الدقوس البارد، يعني على البارد بينعمل. هلا رح أعمل لكم إياه مطبوخ، تقريبا نفس المقادير بس بنستثني منه البقدونس. عندهم حبة بندورة، بصلة، سناية توم، فلفلة خضراء تقريبا قرن، وعندي هذا القرن فلفلة السردين الحرة كتير، معلقة دبس فلفلة، معلقة دبس بندورة، عصير ليموني، زيت زيتون، فلفل، فليفلة حمراء، ملح، كاري. هاي هي مقادير وصفتنا لليوم. ننتقل للتطبيق. أول شي بدنا نعمله، بدي أترم البصلة والبندورة وبرجع لكم. فوق الزيت بننزل البصل المتروم، نقلب البصل كتير منيح حتى يدبل معنا تماما. وفوق البصل رح نزل سناية الثوم المترومة، ورح نزل الفليفلة، نقلبهم كلهم ببعضهم. وعندي هون الفليفلة الحرة كتير مترومة كمان بنزلها فوقهم. وفوق كل هذا الخليط بننزل البندورة المفرومة، وبنقلب كتير منيح. كتير طيبة هاي الخلطة جنب أكلات الرز، خاصة الرز إذا كان أبيض يعني ما في توابل، فهذا بتعطي نكهة قوية. بس مشان كمان البندورة والخضار الطالع ميتها رح نحط تقريبا معلقة صغيرة بودرة خضار مجففة، ورح نزل فوقها معلقة صغيرة فلفلة مجروشة مقطحونة ناعمة، ورح رش رشة فلفل أسود. نخلي الكاري للأخير مشان يضل محافظ على نكهته. ورح أطحن، عندي هون فلفل أسود وأبيض، رح أطحن فوقهم. رح أقلبهم وغطيهم وأتركهم يستووا كتير منيح. بهذا الوقت رح نزل دبس البندورة ودبس الفليفل، ومنقلب مزبوط بالخلطة. هلأ هيك بهاي المرحلة رح أحط لهم بما يعادل كاسة شاي مي، كاسة صغيرة مي. بنركز ملحهم حتى كمان، ونتركهم حتى تستوى الخضرة تماما. بهذا الوقت رح نزل العصير الليموني، ورح رشله رشة ملح، حط له بقدر معلقة كاري بيعطي نكهة مميزة. قلبهم خليهم يغلوا شوي، وبرجع لكم المرحلة الأخيرة. وبهذا الوقت رح نطحنها بالخلاط، إذا عندكم خلاط أو أي محضر طعام يعني بخلطوه حتى يصير ناعم. وهلا رح فرجيكم كيف رح يطلع قوام الصوص. شوفوا ما أحلاه، بجنن العادي عن جد. جربوه واكيد رح تدعوا لي. مثل ما عودتكم بكل وصفه معلومتنا اليوم عن الفليفله الحاره. بتعرفوا انه الفليفله الحاره بتساعد انها توصل للدماغ شيء اسمه هرمون السعاده، بتساعد على انكم تحسوا هيك بالسعاده وانكم فريش. جربوا كلوها وعن جد رح تدعوا لي. ما في اطيب من الحر بالاكل، خاصة إذا عاملينه على طريقتي. مثل ما قلت لكم هيك أكلات طيبة كتير جنب أكلات الرز. إذا شي نهار عملت أكلي فيها رز، رح بعمل لكم لقطة صغيرة هيك وفرجيكم كيف رح يكون جنب الأكل. طبعا ندوق مع بعض يعني. من هذا الدقوس اللي أنا عملته معكم بالقناة، شوفوا هذا شيء فاخر. فرجيكم هيك لقمة، شوفوا بيرفكت ولا غلطة. جربوه بهاي الطريقة بإذن الله رح تدعوا لي. وجربوا طريقتي وجربوا وصفاتي، وعاد وصفاتي ما بتعرفوا جربوها ان شاء الله. يا رب جربوا وتنال اعجابكم. نال دعاء نحب الاهل بالرحمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.